تحية نضالية لكم، كل الافتخار للتواجد بجانبكم. اليوم بغينا واحد الخلاصات. نهار 27 فبراير كلفنا مفوضا قضائيا اثبت في محضر رسمي مسؤول بأمر من رئيس المحكمة أن هناك عمال اشتغلوا مدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام، بمعنى اشتغلوا مور قرار الإضراب المفتوح، بمعنى لا حق لهم. راسلنا الجهات، المدير الجهوي للتشغيل، الوالي الجهة، باش يتدخلوا لمنع هؤلاء العمال من سياقة الحافلات لأنهم خارج القانون. اولا تحياتي على التغطيه ديال الاحتجاجات الطلابيه من داخل اتحاد وطني طلبه المغرب مدينه الجامعيه وجده. اولا باش الراي العام يعرف الطلبه علاش كيحتجوا ويعرف الازمه والواقع اللي كيعيشوه هنايا من داخل هذه الجامعه. اولا المشكل الاول هو الازمه ديال السكن، حيت في الايام الماضيه وقع واحد الانفجار كارثي من داخل الملحقه السكنيه التابعه لاداره الحي الجامعي في العداد الكهربائي، الامر اللي خلق واحد الحاله ديال الرعب وواحد الحاله ديال الهلع اللي لولا تدخل الطلبه لكانت المأساة اكبر، ولا عصفت هذه المأساة بالارواح ديال الابرياء، مثل ما وقع مثلا موسم 2022 اللي وقع حريق مهول من داخل الحي الجامعي ومشى ضحيتها 3 طلبه. اضافه لمشكل اخر يتعلق بطلبه المدرسه العليا للتربيه والتكوين اللي لحدود اللحظه لم يتلقوا ولم يتوصلوا يعني بالتعويضات على الاعمال التربيه ديال الاعمال التربيه اللي نورمالمون الاداره لا زالت تتعسف، وكذلك الناس اللي مسؤولين ولا الوصيين على هذا القطاع حدود اللحظه ما كاين حتى شي اجابه بخصوص هذه المطالب هذه. الامر اللي غيخلي الطلبه كيعانيوا وكاينين في واحد الازمه متزايده وواحد القهر متزايد. اضافه المشكل الاخر اللي هو المشكل ديال النقل. كما كنعرفوا كاملين بان الساكنه الوجديه كتعاني واحد المعاناه اللي شديده جدا مع هذه الشركه سيئه الذكر بطبيعه الحال، لانه من بعد ما تم الطرد ديالها من مدينه فاس فلا زالت في مدينه وجده متسيفه ومتعسفه في حق الساكنه الوجديه، باعتبارها لحدود اللحظه كاين واحد عدم الاحترام ديال الدفتر ديال التحملات، ما كتحترمش يعني القوانين اللي هي اصلا مصادقه عليها. كاين الرفع في السومه ديال الانخراط من داخل هذه الشركه هذه، اضافه لطردها للعمال وتعسف ديالها في حقهم. الامر اللي غيخلي هاد العمال هادو انهم يخوضوا في اضرابات، والشيء اللي غينعكس سلبا على الطلبه، على التلاميذ، على الساكنه الوجديه اللي اصلا مكتويه بغلاء الاسعار اللي ما غتقدرش مثلا انها تغطي النفقات ديال التنقل ديالها من حي الى حي اخر. فالضحيه في اخر المطاف هو المواطن، هو الشعب، هو الطالب، هو التلميذ اللي لا سلطه له. اما المستفيد هما هاد الناس ديال الشركات ومن يحمونهم ويوفرون لهم الحمايه ويصمتون مثلا ويغضون نظرهم وبصرهم. في عام مطالب قابله للتحقيق، طلبه فقط يطالبون بتوفير حي جامعي وظروف ملائمه للسكن، يطالبون فقط بتوقيف هذه الشركه ولا على الاقل انهم يوفروا وهذه الشركه تحترم الدفتر التحملات ديالها وتوفر واحد الظروف ملائمه للتنقل، لا سواء الطالب ولا كذلك المواطن الوجدي او راحلها الا ما كانش غتلتزم يعني بالقوانين والدفتر التحملات اللي مصدقه عليه. اضافه لصرف تعويضات للطلبه ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين، اضافه لتحسين الشروط والظروف ديال الطلبه من داخل الحي الجامعي او من داخل الجامعه بشكل عام، لانه كيف يعقل في 2025 طلبه الاتحاد الوطني لطلبه المغرب كيطالبوا بمطلب توفير وضمان شروط ملائمه لبقاء الحياه، لان الطالب ملي كيمشي يسكن في الحي الجامعي ولا كيبات في الحي الجامعي لا يضمن واش غيبقى على قيد الحياه ولا ما غيبقاش على قيد الحياه، لان الانفجارات والحرائق ولات متكرره، ولات كتهدد الارواح ديال الطلبه والطالبات من داخل الحي الجامعي اللي نورمالمون هو واحد الفضاء ديال التحصيل العلمي وواحد الفضاء اللي خصو يضمن للطلبه والاجيال واحد المستقبل اللي مزيان غيحسنوا به مثلا واحد الدخل قار وينقذوا من خلاله الواقع ديال الاباء والامهات ديالهم، يعني من الجحيم ديال الفقر ولكن لسوء التدبير، وان كاين ناس غير كفءه كتربع على الكراسي ديال المسؤوليه من داخل المؤسسات، وكاين الاستهتار بالحق ديال الاستهتار بالارواح ديال الابرياء. ففي اخر المطاف غيجي الطالب مثلا ولا الطالبه
الجامعه باش انه يقرا وباش انه يضمن المستقبل ديالو، غيغادر مثلا شهيد او ضحيه للحريق او انفجار او ضحيه لعدم مسؤوليه. فالطلبه كيطالبوا بوضع حد لهذه المهزله اللي كتعيشها مدينه وجده.